يعني مكمن كركوك ومكمن لايمستون، طبقات جيرية بفراكتشرز، بحيث إنتاجية البير وصلت إلى 750 ألف برميل من بير رقم واحد. وأول من دخل للعراق يبحث عن النفط هم شركات إيطالية وشركات ألمانية، ووجدوا هاي الشواهد اللي نحكي عنها، النار الأزلية ولا نفط خانة ولا القيارة ولا وجدوا اكو شواهد تدلل انه اكو نفط او مخزون نفطي بالاسفل. فراحوا ايام الدوله العثمانيه لتاسيس شركه النفط التركيه 61 قانون رقم 80 لتاميم النفط العراقي على غرار ما عملها مصدق في ايران. أعلن عبد الكريم قاسم بوقتها بتأميم حصة الشركات بقانون رقم 80. يعني بعد السقوط 2003 هنا شنو التحديات اللي صارت بالقطاع النفطي، وكان يعني هم ورا الحرب هم دخلت شركات أجنبية كمقاولون يشتغلون بداخل العراق لو بس كانوا يعني هي مرحلة تيه أو فقدان بوصلة بالنسبة للعراقيين. مرحبا، أنا أبو طالب وأهلا بكم بأول حلقة من بودكاست رحلات في عالم الطاقة Journeys through Energy. ضيفنا اليوم الأستاذ عبد الستار المالكي، رئيس قسم هندسة النفط بجامعة المعقل. بهاي الحلقة راح نحكي عن قصة النفط العراقي من أول بير انحفر بكركوك إلى ما بعد 2003 وجولات التراخيص. مر القطاع بمراحل مختلفة بها تحديات، تحولات وإنجازات. راح نفهم شنو قصة الامتيازات اللي انطاها العراق للشركات الأجنبية بداية اكتشاف النفط، ليش صار تأميم للنفط العراقي، وشنو صار بمرحلة الحروب والعقوبات، وهم راح نحكي عن جولات التراخيص بعد 2003. هل فعليا استفاد العراق من هاي الجولات؟ بالإضافة إلى مستقبل الطاقة بالعراق، راح نبقى بس على النفط لو راح نتوجه للغاز وللاستثمار بالطاقة الشمسية؟ فراح نرجع للبدايات، راح نشوف شلون تحول النفط من ثروة إلى مسؤولية وأساس تستند عليه ميزانية الدولة العراقية. فبالبداية نحب نشكر هنا جامعة المعقل على استضافتهم إلنا اليوم، وخصوصا قسم هندسة النفط اللي جاي يساعد إنه يبني جيل من المهندسين يكون لهم دور فعال مستقبل الطاقة بالعراق. خليكم ويانا، الحلقة راح تكون مليانة معلومات وتفاصيل إن شاء الله. أهلا بيك دكتور، وسعيدين أهلا بك بك ويانا اليوم. احنا لا سعادة. الله يخليك. الله يخليك دكتور. الاستضافة. تسلم. فدكتور لو تبدي بالبداية شوية تعرفنا بنفسك وتحكينا عن الأماكن اللي اشتغلت فيها. نعم، أنا عبد الستار حامد المالكي، ماجستير هندسة نفط من جامعة بغداد، البكالوريوس والماجستير للدفعات اللي خلصنا بال81 البكالوريوس، وبال2000 شوي متأخرة اجت الماجستير بعد عمل في الحقول النفطية وتدرج بالمسؤوليات. بعد الماجستير يعني أهم منصب أقدر أقول استلمته ومدير معهد نفط البصرة قبل سقوط النظام السابق والتغير اللي صار في العراق. بعد اتجهت للعمل بالشركات النفطية العالمية، وأيضا معرفة القطاع، مع أنه وجد لي فرص أحسن خارج قطاع النفط، لكن أنا هواية ومنذ الطفولة أن أعمل بهذا القطاع، لأنه تربينا في أجواء نفطية بمنطقة الجورة قريب من منطقتنا. أنا تربيت ونشأت بالأصمعي، منطقة شعبية قريب من عندنا، منطقة الموفقية اللي أغلب سكانها هم يعملون بشركات النفط العالمية، شركة نفط البصرة. وكنا نبع لهم يعني بنظرة حسد، نظرة تمني، نظرة إنه هم مستواهم، أولادهم، أهلهم، بيوتهم. فكان نوع من الطموح أو الارتقاء، إنه يعني أريد أصير أنا وأولادي من بعدي يجي مستوى. أعتقد يعني طموح مشروع، ما بي حسد غير ما بي غبطة لهؤلاء الناس. وفعلا بعد 1972 بعد التأميم انفتحت فرص العمل في شركة النفط الوطنية العراقية، وأصبح من منطقتي الشعبية عدد كبير من العاملين في شركة النفط الوطنية العراقية. كانت تجي باصات النفط الزرق وينزلون من عدة موظفين
لابسين بدلاتهم الزرق، وإحنا في مرحلة المراهقة المتوسطة إلى إعدادية منبهرين بهذا القطاع. هذا خلى عندي دافع إنه لازم أعمل في قطاع النفط، وما يعني لحد الآن ندمان على اختياري هذا، باعتباري أنا ابن مدينة نفطية. البصرة مدينة نفطية من أكبر المدن النفطية بالعالم، واستفادت من خلال عملي بهذا القطاع ماديا ومعنويا ونفسيا، وعائلتي الحمد لله يعني حصل عندنا تغيير كبير بكل شيء. يعني أولادي مستوياتهم، دراستهم، السكن الحالي، كله هو نعم من فضل الثروة النفطية. يعني قد يقول البعض أنه النفط نقمة، بس أنا أختلف مع القول هذا. النفط نعمة يجب صيانتها حتى لا تتحول إلى نقمة. ويا هالمقدمة البسيطة هذه أقدر أقول أنا امتلكت من الخبرات ومن المعرفة يحملني مسؤولية لهالقطاع وللعراق بشكل أكبر، أن أنقل هذه المعارف إلى الأجيال اللي جاية اللي راح تأخذ المسؤولية بدل عنا. فاتجهت إلى التدريب والتعليم والتدريس في جامعة البصرة وفي الجامعة التقنية وحاليا في جامعة المعقل، لأنه أشوف قسم النفط كل خريجينهم راح يعملون بالقطاع النفطي، مو مثل أقسام الهندسة الأخرى، الميكانيك والكهرباء والمدني ممكن يعمل بكل وزارات الدولة، لكن خريج هندسة النفط هو راح يعمل بالقطاع النفطي. أنا عندي يعني من طلابي أجيال، يعني أحلى شيء بحياتي لما أروح للحقل ويجون طلاب أو أسمع عن طلابي متقدمين، بعضهم نال الدكتوراه وبعضهم متوفق بحياته المهنية ووصل مراتب عليا. هذا يبين أنه تعبنا ما راح بلاش، وإنه إن شاء الله نسلم الأمانة بأيدي أمينة كفوءة تستلم من بعدنا الدور للمسير بهذا القطاع. كثيرين يتصورون أنه النفط راح يخلص بعد 25 سنة 50 سنة. لا، أنا أقدر أكد بأن النفط العراقي باقي إلى 150 سنة. قد يعني يتراجع عن دور الصدارة باعتباره هو الأول بالعالم، وتطلع يعني أدوار منافسة أخرى، بس يبقى النفط مهم، يبقى النفط موجود بالعراق. وإذا كان أكو قول إنه آخر برميلين أحدهما يكون عراقي، أنا أقول اثنينهم راح يكونون عراقيين. قد الاحتياطي مع العراق دكتور الحالي تعرف؟ الاحتياطي العراقي مغبون، وبسبب تقصير من العراق، وبسبب يعني قد يكون متعمد من جهات أخرى. الاحتياطي العراقي كانوا يحكون عن 112 مليار برميل بعد استكشافات وبعد تطوير حقول جديدة، واحتياطي مثبت صعد إلى 154 مليار برميل ليكون الخامس بالعالم من بعد إيران وقبلها السعودية وقبلها أمريكا وروسيا، والأول فنزويلا. العراق خامسا. بس أنا ليش أقول مغبون أو مظلوم؟ لأن الاحتياط النفطي بالعراق وليس نهائي. يعني قصدك اكو اكتشافات بعد ممكن يصير؟ اكو استكشافات قد تجعل هذا الرقم يصير ضعف أو أكثر من ضعف، لأنه عندنا بالعراق حسب المسوحات اللي هي أيضا ما مكتملة ولا محدثة، مسوحات الزلزالية 2D، العالم وصل لل 3D والكشف الزلزالي العميق. احنا بعدنا لحد الآن ما مصرين العراق كله. مع هذا اكو 525 تركيب جيولوجي ممكن ينوجد بها النفط بالعالم، محفور من عندها فقط للاستكشاف 125. يعني بعد 400 تركيب نفطي ممكن يتواجد به النفط. من 125 لقوا به النفط 85 حقل بعد قيد التطوير.
من 85 اللي موجود بها نفط العاملة فقط من حقول العراق 17 حقل نفطي منتج حاليا. فشوفي المستقبل الواعد وشوفي التوقعات وين ممكن أن تكون، وعلى أساسها حصتنا التصديرية في أوبك بلس محددة على أساس الاحتياطي مالتنا ب3.5 برميل. لازم ما نتجاوزها، بس لما يكون احتياطينا يضاهي السعودية أكثر من السعودية ممكن تصير حصتنا بالتصدير بقدر السعودية اللي هي 9 مليون برميل يوميا أو حتى أكثر. وهذا يعني ما هو كبير على العراق ولا كثير على العراق. زين هسه لو نرجع للبدايات، يعني العراق يعتبر من أول البلدان اللي بلشت بيها صناعة النفط والغاز. يعني هو قبل كان اكو دلائل مثلا تاريخية على وجود النفط، يعني كان مذكور بالتاريخ مثلا انه البابليين كانوا يستعملونه بأغراض البناء مثلا الطب الحروب وغيرها، بالإضافة للنار الأزلية اللي موجودة بكركوك اللي ما حد يعرف امتى بدأت وامتى حتنتهي. زين سنة 1871 كان اكو بعثة ألمانية سوت دراسة سطح العراق وقالت انه بكميات من النفط. وقتها كان العراق تحت سيطرة الدولة العثمانية. ليش يعني بهالوقت بالضبط بدأ التوجه للنفط بالعراق؟ يعني وراها شلون صار اكتشاف النفط هون؟ يعني هو أول بير انحفر إذا نحكي على مستوى العالم، انحفر بشكل حفر وليس سيبيج نفط يطلع نروحات إلى سطح الأرض. هو البير مال ديريك بسنة 1859 في بنسلفانيا، وعلى أساسها وجدوا إنه أنت إذا تحفر وتوصل للأعماق يطلع لك نفط أخف وكميات أكثر من النضوحات السطحية اللي قاعد تطلع. لو رجعنا مثل ما تفضلتي إلى بدايات الصناعة النفطية بالعراق نشوفها من أوائل دول العالم اللي بيها ثروات نفطية بدأت تطلع إلى السطح. وإذا نجي للشواهد يعني منطقة القيارة، ليش؟ لأنه فيها عيون مع القير يطلع تلقائيا من الأرض إلى حديثة إلى نزولا إلى بيقارة. يعني شوفين حتى الاسم إلى دلالة مرتبطة بوجود الهيدروكربونات اللي قريبة من السطح واللي تطلع للسطح تكون ثقيلة أشبه بالقار أو النفط الثقيل. عندنا شواهد مثل منطقة خانقين، نفط خان بديالة على الحدود العراقية الإيرانية. هذه بالصيف تبدي النفط يسيل على شكل نفط خام ثقيل، نفط أسود، بالشتاء يتجمد. النار الأزلية مثل ما تفضلتي، وكلمة أزلية باللغة تعني أنه ما معروف تاريخه شو وقت. يعني السرمدي هو اللي ما معروف نهايته شو وقت راح تصير، والأزلي هو ما معروف بدايته شو وقت كانت. فالنار الأزلية نار قديمة يشوفوها سكان العراق القدماء وما يعرفون هاي كنه النار هذا شنو منين اجت، وهي عبارة عن تشققات بالطبقات تخلي الغاز كالمركب هيدروكربوني يطلع من المكمن إلى السطح وتلاقيه شرارة سواء برق غيره وعمل إنسان ممكن يشتعل ويظل مشتعل. ولذلك يعني تشوفين بالعراق ونفس الحدث موجود أيضا في منطقة مسجد سليمان الجانب الإيراني. يعني أكو ظهرت ديانات تعبد النار. ليش؟ لأنه يجي الإنسان يشوف هذه يسأل أهل أجداده هاي من زمان مشتعلة، تعطي ضوء تعطي دفء مناطق باردة، يريد يتقرب من عندها ما يقدر يلمسها، ما افتهم كن هذه النار شنو، فعبده اعتبرها يعني هي شيء مقدس عبده. ويعني لا نعتبرهم متخلفين وجاهلين بذاك الوقت لأنه عبدوا النار. احنا أجدادنا كانوا يعبدون أصنام يعملونها من تمر ومن عجين ويأكلونها لما يجوعوا يعني يأكل إله ما. هذه كانت فطرة الناس. يسمونهم جاهلية هم جهل بالدين وليس جهل بالحضارة وليس
المنطقتين سواء كان العراق تاريخيا ولا منطقة فارس منطقة حضارات عريقة وقديمة من 6000 سنة، بس ظهرت فيها هذا النوع من الديانات اللي مرتبطة بالنار الأزلية وبدأوا يعدون النار وغيرها. إذا جينا لاستخدامات النفط بالصناعة الحربية استخدموه كل شيء هواي بقذائف النار المنجنيق وغيرها، وبالحروب صح. استخدموا النفط كدواء لأمراض مثل كفيكم الشر الجرب وغيرها. فحتى الشاعر مثلا طرفة بن العبد لأنه كانوا يطلون البعير اللي بيه مرض جرب يطلونه بالقار أو بالقطران فيسمونه معبد، فيقول حتى تخامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبدي اللي طالينه بالقطران. فهذه دلائل أو شواهد اجتماعية على أنه النفط يعني كان إلى فالدور بدأ يعني لحد الرازي وما بعده يحاولون يفصلون مركباته بالتبخير والتقدير ويفصلون منتجات النفط ويستخدموها لأغراض طبية أو أغراض عسكرية. إذا جينا للتاريخ الحديث للنفط بالعراق من بعد ما تطورت المكان الاحتراق الداخلي والحاجة المتزايدة إلى وقود سائل، لأن كان الوقود بمكان البخار هو الفحم يكفي وتشتغل عليه مكان البخار، بس من ظهرت مكان الاحتراق الداخلي لابد أن يكون الوقود سائل ليدخل داخل اللي هو البنزين والديزل، فطلعت الحاجة للنفط. فصاعدت الحاجة إلى النفط. يعني من بدأوا ببنسلفانيا وبأمريكا يستخرجون النفط، وطبعا بعد لحد الآن القرار إذا طلع نفط بأرضك فهو ملك إلك بأمريكا، وأراضي طبعا مو أراضي صغيرة، مقاطعات كلش كبيرة. فبدأوا يجمعون النفط ببراميل مال النبيذ، هاي براميل الخشب، وإذا بالبرميل لحد الآن هو وحدة القياس على أساسها صار هو. هم كانوا يجي يملي براميل ما هي كميات كلش كبيرة، براميل. منين يجيب هاي العبوات اللي يحط فيها النفط ويبيعها بالأسواق للتدفئة لغير التدفئة؟ كان يعبي ببراميل النبيذ أو البيرة اللي عندهم. فراح القياس مال وحدة قياس النفط هو البرميل، ولحد الآن هو ماشي هذا القياس بالبرميل. فكانوا يبيعونه كل كميات، بس بعدين من بدأت مكان الاحتراق الداخلي تتطور وبدأت الحرب العالمية الأولى ظهرت حاجة إلى كميات كبيرة من النفط، بدأت الشركات تبحث. وأول من دخل للعراق يبحث عن النفط هم شركات إيطالية وشركات ألمانية، ووجدوا هاي الشواهد اللي نحكي عنها النار الأزلية ولا نفط خانة ولا القيارة ولا وجدوا اكو شواهد تدلل انه اكو نفط او مخزون نفطي بالاسفل. فراحوا ايام الدولة العثمانية لتأسيس شركة النفط التركية، اول شركة نفط دخلت تنقب بالعراق، وراحت بعدين غيروا اسمها ورا سقوط الدولة العثمانية إلى شركة نفط الموصل. شركة النفط التركية يعني بداية تأسيسها من كان الأطراف من كانوا الأتراك هم الدولة العثمانية كانت تحكم العراق فأسسوها بتركيا وسموها شركة النفط التركية. هي مو جنسيتها تركية وإنما اسمها تركيا. شلون يعني نقول شركة نفط الشمال، شركة نفط الجنوب، شركة نفط العراق. يعني بعد موازي لشركة نفط الموصل اللي كانت شركة النفط التركية صارت شركة نفط العراق. يعني هاي شركة النفط التركية يعني التاريخ يقول إنه هي بوقت الدولة العثمانية حصلت على موافقة مبدئية امتياز. بعد الحرب العالمية الأولى لما سقطت الدولة العثمانية وصار الانتداب البريطاني رجعت طالبت بحقها إنه هي أخذت يعني موافقة. هي عندها امتياز واستمرت باعتبارها كيان موجود وعندها رقع يسمونه كونسيشن، حق الامتياز للتنقيب واستخراج النفط عن هذه المنطقة اللي محددة حسب العقد اللي هي الموصل.
زين لو نجي يعني شنو كان دورها هنا هاي الشركة؟ شلون بلشت يعني تستكشف النفط بالمنطقة، وبعد يعني ما سقطت الدولة العثمانية بقت نفس الأطراف بيها لو فاتوا بيها؟ لا، ما هي خسرت الحرب العالمية الأولى. الدولتين اللي كانت تدعم هاي الشركة اللي هي ألمانيا وإيطاليا خسروا الحرب العالمية الأولى. بنفس الوقت دخلت شركات بريطانية هولندية أمريكية إلى المنطقة عن طريق إيران. كانوا ينقبون أيضا بمناطق مسجد سليمان وغيرها عن النفط، وبدأوا يدخلون إلى العراق عن طريق وسط وشمال العراق. وفي سنة 27 يعني بعد الحكومة الوطنية بالعراق اللي تأسست الدولة العراقية بسنة 1921 سووا عقد امتياز على شركة نفط العراق أو شركة نفط الشمال اللي كان أكبر حقوله عين زالة بابا قرقر وفانقين. بابا قرقر هو حقل كركوك ثالث حقل بالعالم في وقته من حيث الكبر والإنتاج العالي. يعني مكمن كركوك هو مكمن لايمستون طبقات جيرية بفراكتشرز بحيث إنتاجية البير وصلت إلى 750 ألف برميل من بير رقم واحد. بابا قرقر واحد هو اللي حد الآن موجود البير. أول بير انحفر هناك بسنة 1927. إنتاجيته كلش عالية، تدفق النفط عنده كلش عالي، وكانت المشكلة هي بالتصدير وأنابيب التصدير ومنافذ التصدير منين يصدرون النفط. فبدأت عندنا مثلا يعني دكتور قبل ما تحكي بالتصدير، يعني هاي الشركة بالضبط شنو كانت امتيازاتها؟ وش قد تتطور هاي الامتيازات اللي أخذتها؟ وليش العراق يعني انطاها كل هالامتيازات؟ يعني اكو قصة تقول انه بسبب انه كان اكو تنافر على الموصل بين تركيا والعراق والحكومة البريطانية حكومة الانتداب. فيها كفلوا طبعا بالتأكيد. هذه بالتأكيد معاهدة بورتسموث واللي صار بأنه بريطانيا كفلت للعراق ضم الموصل اللي كانت تطالب به تركيا مقابل عقود هاي العقود أخذتها يعني قتل للنفط، وهذه كررتها الشركات النفطية. ويعني جريت بريتين بوقتها كانت محتلة 3/4 العالم، وكانت تدخل هاي الأمور الاقتصادية بالسياسة وبمستقبل الدول كثير، حتى بمنطقة عربستان يعني تتحدد مصير الدولة، وحتى علاقة الكويت بالعراق، وحتى يعني كثير دول بالمنطقة تحدد مستقبلها بسبب وجود كميات من النفط بها. خلى الشركات تحاول أن تعقد اتفاقيات ويا حكام محليين لهذه المناطق، وبغض النظر عن تبعية هذه المنطقة إلى أي دولة إلى أي جهة. وعلى أساسها بعد كانت سايكس بيكو مصايرة وتقسيم البلدان مصاير، وبدأت توضع خرائط المنطقة على هالأساس. بس لطيف هنا ذكرى أن البحرين الجزيرة الصغيرة وهالسكان القليلين وجد بها النفط قبل ما يوجد بالعراق وقبل ما يوجد بالسعودية والكويت والإمارات ودول الخليج. لا ليش ما صار توجه إلها بالبداية؟ بس الكميات كانت كلش صغيرة. بس هي سابقة لكل الدول يتم بها استخراج النفط، إنتاجه وبيعه، وشركات نفطية. التوسع اللي صار بعدين لما بدأت هاي الشركات حست بأن التنافس بيناتها يضرها أكثر مما يفيدها. أكو 5 شركات بعدين صاروا 7 اللي هي شيل وبيبي وشيفرون وفي كونوكو فيليبس وإكسون موبيل كانت موبيل وغيرها. هذول الشركات كانوا يتنافسون بيناتهم. قالوا خلي نقعد ونتفق، احنا ليش نتنافس وواحد يضر مصالح الآخر؟ خلي نتفق كلنا. وسموهم الفايف سيسترز، شركات الأخوات ال5، وبعدين صاروا 7 من انضمت لهم
شيل الهولندية وبي بي البريطانية، وصاروا 7 سيسترز يتحكمون بسوق النفط العالمية. لما بدأت الدول الأخرى تدخل على مجال النفط مثل روسيا، ولما بدأ يعني تأمين النفط بإيران، فتشوفين أكو التجاذبات السياسية اللي كانت بالمنطقة كانت تحرك هذه الشركات، والشركات تحرك دولها بالتالي لدعم أو الحفاظ على مصالح هذه الشركات في تلك الدولة. تأسست شركة نفط البصرة اللي هي أصلا يعني من شركات كانت تشتغل في يعني منطقة الأحواز وتبحث عن النفط. ذيك المنطقة دخلت باتجاه البصرة، لقت بال57 كميات كبيرة من النفط في حقل الزبير وفي حقل الرميلة، وبدأت تتطور المسألة بحيث سووا اتفاقية أيضا امتياز مع الحكومة بالعهد الملكي للتنقيب عن النفط في أراضي العراقية، وكان الامتياز يشمل كل أراضي العراق من الجنوب إلى الشمال. مرت هذا الامتياز وهذه الصناعة بحدثين، يعني كان العراق ينتج أكثر من السعودية، وتوجه الشركات إلى العراق أكثر من توجهها للعمل بالمملكة العربية السعودية تنقيبا واستخراجا وتصديرا، لأنه أكو بالنفط العراقي ميزة إنه قريب من سطح الأرض، تكاليف إنتاج البرميل الواحد كلش ضئيلة، فشجعها أنه ممكن أن تنتج كميات كبيرة بكلف أقل. وبدأت تتطور من 27 إلى سنة 36 بحقول النفط، وبالأخص في كركوك. موانئ التصدير بدأت بنفس الوقت إنه التصدير كان باتجاه سوريا إلى بانياس، بس بسبب يعني 3 عوامل. إن سوريا كانت مستعمرة من قبل فرنسا، سوريا بدأ يطلع لها نفط، سوريا أكو تقاطعات وأكو ويا الحكومة العراقية كان أكو خط حيفا. فنشوف إذا يعني للي مختصين واللي يسمعون إنه أكو كي1 وكي2 وكي3 وكي4، هي كركوك 1 كركوك 2، هذه محطات ضخ على مسار أنبوب النفط لتقوية الضخ من كركوك إلى بانياس، من كركوك بانياس يعني موانئ على البحر المتوسط في سوريا. أكو كان عندنا مجموعة خطوط أنابيب بدأت بخطين وبعدين بدأت تتوسع. وقبلها يعني بسنة 36 مثلا، قبل 36 كان عندنا H1 و H2 و H3 قواعد جوية موجودة، سيعرفونها أكثر العراقيين. H3 قاعدة هي حيفا 1 وحيفا 2 وحيفا 3. النفط العراقي كان يروح عبر فلسطين، لأنه سنة 36 إسرائيل بعد ما موجودة، إسرائيل تأسست ب48، ولأنه سبب آخر إنه النفط العراقي يروح عبر الأردن اللي مسيطرة عليها بريطانيا وإلى فلسطين اللي مسيطرة عليها بريطانيا، ويصدر عن طريق موانئ حيفا اللي ضربتها الجمهورية الإسلامية قبل فترة الضربات الصاروخية. حيفا ميناء عريق، ميناء قديم وفي صناعة نفطية قديمة. فهذه سالفة H1 و H2 و H3 والأنبوب العراقي اللي يروح، وما كان يروح لإسرائيل، كان يروح فلسطين، لأنه إسرائيل كانت بعدها ما موجودة ب 48 يلا تأسست. لذلك اكو يعني اشبه بعقده عند العراقيين، نقول له النفط يروح للاردن ويروح من هناك، قال لك راح يروح لاسرائيل. انبوب العقبه عليه لغط كلش كبير، مع انه اكو بي فوائد جمه مقابل المحاذير او الملاحظات القليله، بس انت لابد من منافذ النفط العراقي غير على الخليج العربي. يعني شفنا القلق اللي دخلنا احنا كعراقيين، خايفين سد المضيق اثناء الضربه الامريكيه الى العدوان الامريكي على الجمهوريه الاسلاميه،
خافوا نسد المضيق ومنين نصدر نفط وين نروح. وصارت أثناء الحرب العراقية الإيرانية إنه انسدت موانئنا على الخليج، ما نقدر نصدر نفط إلا عبر المنفذ التركي، عبر خط الأنابيب التركي، قبل ما ننشئ خط العراقي عبر السعودية. زين دكتور، هو بذاك الوقت يعني هي صحيح كانت تسيطر على الشركات الأجنبية، يعني كانت عندها امتياز، بس شلون كانت علامة العراق بهاي الشركات؟ يعني هي كانت تزود حاجة العراق بسعر ثابت، وكانت تنطي إيرادات كلش قليلة، يمكن أقل من 19% من ميزانية الدولة، بس كقرار يعني كان إلى قرار إنه بالأماكن الاستكشاف مثلا كميات الإنتاج، التصدير، الأسعار وهاي الأمور، لو ما كان إلى أصلا حق. ولأن الحكومة ما عندها أي سيطرة ولا تعرف تفاصيل بالنفط، كل الأمر بيد الشركات الأجنبية. العراق حسب العقد عقود الامتياز إلى حقين: الرويالتي اللي هي حق الملكية مال الأرض، ويحددونها بنسبة 20 إلى 25%، أنطيك حق أنت مالك للأرض، والضرائب والتاكسز على مرور النفط بالأراضي وغيرها. هذني بس تاخذين الحكومة، بس تاخذين منين؟ تاخذين من الريفينيو، من الربح أو من العائد اللي يجي. العائد الشركات بيدها أعمال الصيانة والتطوير والبناء وما أدري شنو، تقول هذه كلف أنا صرفتها أخذها، وبعدين من الأرباح من العوائد أنطيكم هذه. فهي تاخذ مسيطرة على هاي العمليات، هي اللي تخطط لها، هي اللي تنفذها. وبعدين سعر النفط كان كلش قليل، يعني برميل النفط $1 إلى $1.50. العراق كان ينتج بالبداية بمئات الآلاف البراميل، فد 100,000 200,000، صعدت إلى فد مرحلة حتى سنة 36 وصلنا إلى ما يقارب 1,000,000 برميل. وبدأت تجي للعراق صح $1 ذاك الوقت، مو مثل $1 هسه، بدأت تجي للعراق عائدات شوية، يعني تخلي الحكومة تخطط أو عندها فلوس تصرف على المشاريع، ومو كل الفلوس تروح إلى الميزانية التشغيلية ما نسميه الآن. هنا حصلت ثورة بكر صدقي أو انقلاب بكر صدقي بسنة 36 على الحكومة الملكية، وبالتالي هذا هدد أو أشعر شركات النفط العالمية، لأنه رفعت شعارات بوقتها الاستعمار، طرد الاستعمار وغيرها. هو كانت توجهاتهم أيضا مع ألمانيا ووقت المد الهتلري والنازي، فخافت الشركات على مستقبلها بالعراق، فراحت طورت النفط السعودي حتى تحقق بدائل عن النفط العراقي، وبدأت تحجم أو تقلل من صرفياتها واعتمادها على النفط العراقي. ما مرت 5 سنوات بعدها، سنة 41 فصلت حركة مايس التحررية، رشيد علي القيلاني أسقط الحكومة واستلم الحكم، وأعلن يعني بأنه هو ويا ألمانيا النازية وضد بريطانيا. يعني دخلنا في الدوامة أخرى، خلى الشركات النفطية تقول السوق العراقية ما مستقرة بسبب أنظمة الحكم. وهذا فعلا أثبت على مدى السنوات اللي تلت ولحد الآن عندنا إحنا بالعراق هاي المشكلة، ماكو استقرار سياسي، لأنه دائما ماكو استقرار أمني. فالشركات تحجم عن، ورأس المال جبان يقولون، تحجم عن المناطق اللي ما بيها استقرار، وتروح إلى الطور وتضيف الأسيتس مالتها بدول بها استقرار أكثر. فراحت طورت بالمملكة العربية السعودية، بدأ زيد الإنتاج إلى أكثر من 1,000,000، وبدأ يزيد أكثر من إنتاج العراق، وصولا إلى سنة 52. طبعا إيران كانت هي الرائدة بالمنطقة، إنتاجها بحدود 1,000,000 برميل، ويجي العراق 1,000,000، وبعدين السعودية أقل. بال52 انقلاب مصدق على الشاه بإيران. انقلاب مصدق
أمم النفط الإيراني وطرد الشركات النفطية اللي موجودة، وأدخل الشركات العالمية في أزمة بدأت تحارب إلى أن أسقطوا مصدق بعد أشهر أقل السنة، وأعادوا الشاه إلى الحكم. بدأت تتغير نظرتها عن الاعتماد على إيران كمورد أو مصدر رئيسي، وبدأ ينتعش السوق العراقية بسبب زيادة الاعتماد الشركات النفطية على النفط العراق، فبدأ يزيد الإنكم بالعراق بسبب زيادة الصادرات. تحقق بهاي الفترة يعني من سنة 52 إلى سنة 58 لل 59 لل 60 فالطفرة بالإيرادات اللي تجي للدولة، وخلت الدولة أنشئت ما يعرف بمجلس الإعمار، أسسه، حط خطط خمسية لبناء مدارس ومستشفيات وسكن وطرق وجسور، وخلفت يعني ثورة بالبناء بالبلد أن يتطور. على أساسها من صارت ثورة 58 14 تموز العراق كانت عنده خطط جاهزة وعنده إيرادات من النفط، لكن بسنة 61 قانون رقم 80 لتأميم النفط العراقي على غرار ما عملها مصدق في إيران، أعلن عبد الكريم قاسم بوقتها بتأميم حصة الشركات بقانون رقم 80. هو ما كان طردهم بقدر ما كان تحجيمهم، لأنهم كانوا مسيطرين حسب العقود على كل رقعة العراق، أن لهم حق امتياز التنقيب والإنتاج. حددهم ب5%، لأن قال لهم أنتم من توقيع العقود مال الامتياز لحد الآن ما طورتوا غير هذه، وأسس شركة النفط الوطنية العراقية، انطاها حق الامتياز لاستخراج النفط العراقي عن 95% من العراق. ورا فترة رجع قلل هاي 5% مالتهم إلى 0.5%، وانطى شركة النفط الوطنية العراقية حسب قانون رقم 80 حق التنقيب أو يعني بالأراضي العراقية بنسبة 99.5% إلى شركة النفط الوطنية العراقية. فكانت هي الخطوة الأولى باتجاه التأمين، خلت الشركات تعمل على، وهي هاي الشركات تشتغل نفسها، هي بالكويت تنتج، بالسعودية تنتج، بالإمارات تنتج، بأي مكان آخر هي نفسها مسيطرة. تعمل على إضعاف الاقتصاد العراقي بأن تقلل من إنتاج العراق وتعوض السوق الدولية من السعودية ومن الكويت، وهذا السيناريو بعده شغال لحد الآن. فبدأت خطط العراق الخمسية بحاجة إلى أموال ما قاعد تجي من صادرات النفط، وإعلنا بس صادرات النفط لتنفيذ الخطط، ففشلت كثير من الخطط أو وصلت للنص ووقفت، وصولا إلى سنة 63 أسقط عبد الكريم قاسم وقضوا على الهدك هذا بسنة 63. بس ظلوا يعني عندهم قلق أو عندهم عدم توجه لتطوير صناعة النفط بالعراق بسبب الأعمال السياسية، لأنه إجت بعد حكومة أيضا عسكر يحكمون البلد، وبعد عسكر بعد عسكر، والطموحات والخطط اللي بعضها يصل حد التهور أضرت بالعلاقة مع الشركات النفطية، وصولا إلى مباحثات سنة 69 إلى 72 تفاوض مع الشركات، ما وصلت الحكومة وياهم إلى حل بمايس لحد 29/5/1972 كانت اكو مفاوضات، الشركات النفطية مصرة على رأيها، وبالتالي العراق أعلن ب1/6/1972 1 حزيران قرار تأمين حصة شركة نفط العراق في حقول الشمال وطرد الشركة من العراق. تعرض العراق بعد إلى حصار
وإلى مقاطعة، وهاي الشركات ما تشتري النفط العراقي، صمدوا إلى آذار من السنة اللي بعدها، 1 آذار بعد ما قدروا يصمدون أكثر وبدأوا يشترون النفط العراقي. فكان الحصار هو عبارة عن إنه أنا فقط ما أشتري النفط من عندك، وروح أنت قال لك مشتري. دكتور، هو قبل الحصار يعني ليش وصلنا لمرحلة إنه لازم نسوي تأميم النفط؟ يعني شلون بدأ يصير أكو وعي بأهمية تأميم النفط يعني؟ هي الوعي الأسباب، يعني أكو أحزاب سياسية، أكو طبقة مثقفة، أكو توجهات يسارية بالبلد. يعني حزب الشيوعي العراقي تأسس 1937 قبل انقلاب أو ثورة مصدق في إيران، وهاي شعارات الاشتراكية وسيطرة الدولة على موارد الإنتاج وغيرها من هذا الفكر. إجا بعد أحزاب أخرى تبنت نفس النهج الاشتراكي، وإنه أسباب تخلف البلد هي الاستعمار والرجعية، نهب الثروات، وإبقاء الفلاح جائع، وأكو طبقة من الإقطاعيين، من الصناعيين، من البيروقراط هم مسيطرين على مقدرات البلد، وعامة البلد جائعة. هذه تغدر مشاعر الفقراء وتخليهم يساندون أي أحد يريد يسوي ثورة، يريد يسوي انقلاب. الانقلابات مع الأسف كلها تتم مو من خلال أحزاب ومفكرين وسياسيين، تمت من خلال ضباط ما لهم دخل بالسياسة، أساءوا أكثر مما نفعوا البلد. دكتور، بعد قرار التأميم وإنه المفروض هاي الشركات الأجنبية تطلع، يعني شنو كان رد فعل هاي الشركات باعتبارها مدعومة من مثلا دول مثل أمريكا وهولندا مثل ما ذكرت حضرتك؟ يعني حاولت تستوفد عقوبات بشكل مباشرة وغير مباشر على العراق؟ أكيد، بس هو اللي حصل تحول بعد الحرب العالمية الثانية اللي انتهت في سنة 1945، تحول إحلال أمريكي بدأ البريطانيين بدأوا ينحسرون من المنطقة كسيطرة على البلدان، وبدأوا يدخلون الأمريكيين مكانهم. الأمريكان يعني أقل سياسة، more aggressive، أكثر وحشية أو تدميرية، أفعالهم وردود فعلهم مباشرة، مو مثل الإنجليز خبيثة وناعمة، لا. فبالتأكيد أول شيء سوته الشركات إنه حاصرت العراق، بس الحصار مو مثل الحصار اللي شفناه بال91، ولا مثل الحصارات اللي على إيران وغيرها. ذاك حصار كان إنه أنا ما أشتري النفط مالتك، روح اشربه وتودي، أنا الوحيد اللي أشتري النفط مالتك، أنت روح إلقالك مشترين غيري. يعني كان اكو أسواق ثانية غير هاي؟ اكو اسواق بس ضعيفه اللي هي الاسواق الشرقيه. فبدا مثلا الاتحاد السوفيتي بوقتها قبل ما يتفكك وتصير روسيا الاتحاديه، كان ياخذ النفط من عندنا بنص السعر، ثلث السعر، ويرجع يبيعه هو الى دول اوروبا الشرقيه اللي كانت تحت لواء او تحت مظله الاتحاد السوفيتي. يعني انت حتى تلقى لك اسواق مو بسهوله، لانه المصافي بالعالم تصمم على أساس بصمة النفط أو نوعية النفط. يعني مو أي بصمة، مو أي مصفى يستقبل أي نفط، يعني لأنه هذا النفط مثلا بكميات كبيرة من البنزين، فلازم أبراج التغطية تصمم حسب مواصفات النفط، تطلع هلقة حجم. نفط آخر ثقيل من القار أو الريزيديو كميات كبيرة، فلازم ينحسب حسابها. فالنفط ولحد الآن نفطنا يباع إلى مصافي محددة، نفط البصرة مثلا إلى مصافي محددة بأمريكا، مصافي محددة بالهند والصين وغيرها، مصممة على أساس هذا النوعية من النفط. فمو بسهولة تلقى لك مشترين إلى النفط مالتك. وبالأخص يعني مثلا كان إنتاج أوبك لحد سنة 82 31 مليون برميل إنتاج أوبك. بعدها نزل بقدرة قادر، بفعل الشركات، بفعل
منظمة الطاقة اللي تأسست بفعل كثير من الأمور إلى 18 أو 17 مليون حاجة العالم من النفط اللي مصدر من أوبك. وياه نزلت أسعار النفط بسبب زيادة المعروض الفائض وتوفين بعد، يعني الشغلة عرض وطلب، فمن يزيد العرض تنزل الأسعار. نزلت بعد إن كانت في 80 36 دولار نزلت إلى 10 دولار. العراق بهاي الفترة طب بحرب مع إيران، توقفت بصادرات العراق النفطية من الخليج اللي هي بحدود 3 مليون برميل، وبقينا فقط على الخط التركي نزل صادراتنا إلى 600 ألف برميل باليوم. فكانت يعني ويا الشورتج بغياب النفط العراقي والنفط الإيراني عن السوق أكو فائض نفطي حصل بسبب سياسة منظمة الطاقة والدول الغربية بالاعتماد على بدائل النفط، بتطوير التكنولوجيا، بكثير من الأمور اللي خلت الحاجة إلى النفط تقل. وبالتالي هي هاي لعبتهم، يعني هم يقدرون يمسيطر على السوق كلها، فيقدر ينوع بالبدائل، يقدر ينوع بمصادر الإنتاج، يقدر يحاصر الشركات، مثلا يحاصر العراق ويزيد من السعودية مثل ما حصل بالحصار مال واحد. يتلاعب بالسوق. يعني هي حاجة العالم مثلا هسه في الوقت الحالي حاجة العالم بحدود 101 مليون برميل يوميا، هذا الاستهلاك العالمي. أوبك تشكل فالثلث من هذه الحاجة العالمية، والباقي من أمريكا من أوبك بلس قاعد نحكي اللي دخلت وياها روسيا والمكسيك ومجموعة دول أخرى. يعني بدأوا يحاولون أن يرفعون الأسعار أكثر حتى لا يدخلون منافسين أو يدخلون منتجين جدد إلى الصناعة، لأنه يعني دخل النفط الصخري ودخل النفط الجيري ودخل كثير من التقنيات اللي بأمريكا وكندا بدأت تنتج نفط بحدود كلفة البرميل الواحد بحدود 60 إلى 80 دولار. فلما سعر البرميل يكون أكثر من 80 دولار يقدرون دولي ينتجون ويبيعون نفطهم. بس إذا نزل لحدود 70 أو أقل من 70 تتوقف هذه المصادر الأخرى لإنتاج النفط، تزويد نفط في العالم. وهي لعبة سوق، وشون تقدر تلقى لك يعني مكان تحت الشمس. زين هي هاي بعد قرار التأمين فترة السبعينات، يقول لك هي هاي أحسن فترة مرت بتاريخ العراق. يعني اليوم فترة السبعينات زامنت وياها حدث اللي هو استخدام العرب النفط كسلاح بالمعركة، معركة 73 أكتوبر، 6 أكتوبر 73. وشوفي الطوفان صار شو وقت 7 أكتوبر 2023، يعني 50 سنة في نفس التوقيت، يعني أو فارق يوم. حرب أكتوبر أما عند اليهود أكو عيد يسمونه عيد الغفران، حصلت بالحرب العربية الإسرائيلية، وبالتالي اتفقوا العرب أن يستخدمون النفط كسلاح. شلون؟ أن يقللون 10% من إنتاج النفط من الدول العربية على السوق الدولية للضغط على أمريكا حتى لا تساعد إسرائيل. هذا سبب قفزة بأسعار النفط من 4 أو 5 دولار إلى 28 دولار سعر رسمي لأوبك، بس سعر السوق كان بحدود 36 دولار للبرميل الواحد. العراق تزامنت وياها تأميم النفط بحيث العوائد كلها ترجع للعراق، فلوسها من نفط الشمال بس، يعني شركة نفط العراق المؤممة، لأن شركة نفط البصرة ما تأممت إلا بال75. هي بس العوائد مال النفط زادت وكلها قاعد تجي للعراق فلوسها، فبدت اكو فد نوع من الانتعاش الاقتصادي، خطط خمسية تفوق الإيرادات، تفوق الخطط اللي تحطها الدولة لصرف هذه الأموال.
بعد 75 لا، المسألة تطورت بعد أكثر، لأن الإنتاج من الجنوب يشكل تقريبا ثلثين كما هو الآن من الإنتاج العراقي من النفط. زين ورا ما طلعت هاي الشركة الأجنبية أكيد كان العراق لازم يعني يسوي بديل وطني اللي هو على أساسه طلعت وبدأ البديل الوطني يعني على أساس تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية بال61 القرار، بس بدأ بال69 العراق بدأ يشتغل على هالأساس، أسس شركة النفط الوطنية وبدأت تاخذ حقول شمال الرميلة واللحيس وارطاوي بالمنطقة ونهر بن عمر وتنطيها التنقيب وإنشاء المعدات السطحية إلى شركات روسية. كانت اتفاقية عراقية سوفيتية لتطوير حقل الرميلة الشمالي، وبالتالي قدروا يوفرون كوادر تشتغل بالقطاع النفطي خارج الشركات. إضافة إلى هذا كوادر عراقية كلش بالقليل، أكو بعض الكوادر العربية أو الكوادر الأجنبية روس ورومانيين وغيرها، بس كانت هاي الشركات تجي تاخذ مقاولة تخلص تطلع، مو مشغل ولا صاحب حق امتياز. وياها وقبل التأمين حصل انه العراق او من خلال وزارة النفط تفرض على الشركات النفطية العالمية ان تعين بعض العراقيين كنوع من التوازن الزج العراقيين في ككوادر يشتغلون بشركات نفط البصرة الBPC او شركة نفط العراق. فعلى قلتهم وحتى مع خروج الأجانب اللي تفاجأوا بأن العراقيين يقدرون يديرون القطاع لوحدهم بسبب وجود المؤممة احنا نسميها كنا اللي هي شركة نفط البصرة والكوادر مالتها، إضافة إلى كوادر شركة النفط الوطنية، قدروا يمشون الحقول العراقية. وخصوصا فترة رب ضارة نافعة، فترة الحصار من 1 حزيران إلى 1 آذار 9 أشهر، خلت الكوادر العراقية شوية تصير لدى خبرة وتدخل بجرأة وتعرف بعض التفاصيل وتحتل بعض المواقع، وانطى للعراق وقت يعوض المناصب اللي فقدتها الشركة بعد مغادرة الأجانب سحبوا كوادرهم وطلعوا وهددوا بمقاضاة العراق، وفعلا أقاموا دعاوى عالمية على العراق لمصادرة النفط العراقي أينما يضعون اليد عليه بالبحار بالموانئ، باعتباره ونفط تابع للشركات هذيك وبقرارات دولية محاكم دولية. يعني كان اكو نوع من الصراع. العراق قدر ينجح بالتأميم باعتماده على الكتلة الشرقية والدول الشرقية، رغم انه هم كان تصرفهم بفد نوع من البخس لفم العراق لانه مضطر، وهذه بالسياسة موجودة يعني. زين دكتور، برأيك لو هي هسه هاي شركة النفط الوطنية باقية لفد هسه ممكن كانت انه تكون في نموذج عالمي مثل أرامكو؟ أقوى من أرامكو. أرامكو معتمدة لحد الآن على كوادر عربية وكوادر السعودة يسمونه إحلال الكادر السعودي بدل الكوادر، خصوصا أن العنصر النسوي كدايفرسيتي تنوع حديثة هسه، بينما أغلب كوادر أرامكو هم أجانب أو عرب أو يعني من المنطقة، بينما العراق لا قادر أنه بكوادره ممكن يمشي شركة النفط الوطنية العراقية بإنتاج وصل بسنة 79 إلى 3.6 مليون برميل، وهذا أعلى إنتاج وصل أو تصدير، اللي إحنا هسه قاعد نصدر 3.5 مليون برميل. قدر العراق ذيك الفترة بال79 يوصل لولا بداية الحرب العراقية الإيرانية وبدأ التدهور والضرر يصير. كانت شركة النفط الوطنية العراقية بكوادرها. ليش يدمجوها ويا وزارة النفط؟ يعني ليش ما وقت هاي الشركة مستقلة بحدها؟
يعني هو هذا القرار اجى بعد، سموها ثورة إدارية لتقليل الروتين، للذيل الإداري الكبير بالدولة. من بعد الحرب العراقية الإيرانية جرت عدة إصلاحات على هيكلية الدولة، اكو فائض، اكو ترهل، اكو فد نوع من اساءة فهم الاشتراكية والقطاع العام بالدولة، باعتبار ان الدولة نهجها اشتراكي. فبدت بعض النظريات او بعض المشاريع اللي فشلت على مجال الاصلاح الزراعي، جمعيات الزراعية، جمعيات الفلاحية، كثير من وزارة صناعات خفيفة، وزارة صناعات ثقيلة. يعني انت بعدك بلد يا دوب تصنع على قدك، وزارة تجارة خارجية، وزارة تجارة داخلية، اكو ترهل بهيكل الدولة. صارت فد نوع من حملة للتشذيب الأطراف الزائدة بهيكلية الدولة، وصار على أساسها هذا القرار اللي مشهور، تحويل العمال إلى موظفين. يعني فد قرار أشوفه ما خدم العامل بقد ما أضره. والله شنو يعني العامل من يريد يروح يخطب يقول أنا عامل، ما تقبل بي مثل ما لو قال أنا موظف. يعني فلسفة ما لها داعي، بكل العالم أكو عمال وأكو موظفين وأكو. فصارت أكو فد اجتهادات وأكو فد إجراءات من أجل تقليص الفائض اللي بالدولة. يعني مثلا انطوا للموظفين سيارات الدولة، مال النقل مال النفط، انتم ديروا اموركم بيناتكم، سووا لكم اتحاد جمعية هاي شنو، احنا بعد هاي السيارات ما ننقلكم، انتم خذوا السيارات وروحوا. فشلت السيارات، فككت العمال، بعدين رجعت الدولة تنقلهم بالقطاع الخاص. فاكو اجتهادات اضرت. واحد من الاجتهادات اللي اضرت هو تفكيك شركه النفط الوطنيه العراقيه، ولحد الان يريد يرجعوها مثل ما كانت مع زين، هسه نحكي عن مرحلة الحروب. يعني من 1980 ل 1988 بلشت هنا حرب إيران 8 سنين. إيران والعراق اثنينهم كانوا يعني يعتمدون على إيراداتهم عن النفط. يعني صار أكو هنا ضرب للمنشآت النفطية، إن وحدة تحاول تضرب الثانية بشكل مباشر. وشون العراق يعني قدر يتأقلم بهاي الحرب 8 سنين، بحيث يعني بقت أكو كميات من الإنتاج. يعني شون أحكم تصدير بذاك الوقت. يعني مثل ما قلت لك، بال 79 وصل انتاج العراق الى الذروه، 3 ملايين و600 الف برميل. مجرد بدأت الحرب وانضربت المنشآت وتوقف تصدير النفط عن طريق الخليج، وحتى موانئنا اللي ما كان يسمى ميناء البكر حاليا يسمونه ميناء البصره النفطي، احتلوه. يعني قطعات إيرانية جت فيه واحتلته، والعراق ضربه بصواريخ أرض وفلش المنشآت. صح رجع ب 89 صلحوا نفس الشركة اللي هي KBR تشتغل بها، وأعاد الميناء للتصدير. بس يعني انت عندك منشآت تتعرض الى دمار بسبب الحرب، ما راح ترجع تشتغل بنفس كفاءة. الحرب يعني كان مرسوم لها ان تطول لانهاك البلدين. الحرب ماكو واحد من البلدين استفاد من عندها قدر ما استفادت بلدان الجوار وامريكا وغير امريكا وما وراء امريكا. هم اللي استفادوا من اطالة امد الحرب. حرب مجنونة، حرب يعني خاسرة بكل المعاني. ورجعنا على نفس الشروط، ورجعنا على نفس المعاهدة مال الجزائر مال 75، وما تغير أي شيء. لا إحنا انتصرنا ولا هم، أو كل واحد يقول أنا انتصر. بحدود مليون خسائر بشرية ومليارات خسائر بالأموال، وطلعوا البلدين منهكين، البلدين مطلوبين. إيران كبيرة تقدر يعني خلينا نقول تلقى منافذ للتصدير، تلقى مجالات للصناعة، قدرت تعوض، قدرت يعني حتى بالحرب ما كان عندها كل طاقات العمل توجهت إلى الحرب، لا كان عندهم مجال يناورون
ناس ياخذوهم احتياط يجيبوهم للحرب ويرجعون الباقين للصناعة ويداورون بالكوادر مالتهم بالصناعة. بالوقت العراق تحتاج إلى 4 ملايين مصري حتى يحلون محل الأيدي العاملة العراقية على مستوى التدريس والعمل والموظفين والدوائر وغيرها، لأنه كلها راحت إلى الجيش العراقيين يشاركون بالمعركة، وبالتالي يعني طلعنا نفس الشيء. زين وراها ب 1990 بلشت حرب الكويت، ونفس الشيء رجعنا نفس الشغلات، هم صار اكو ضرب أنا أشوفها امتداد، يعني حرب الكويت ولو دخلنا بالسياسة حرب الكويت، بس يعني هو دائما أنت ما تقدرين تفرقين بين السياسة عن الاقتصاد عن النفط، يعني النفط هو الاقتصاد، والاقتصاد يلعب بالسياسة مثل ما السياسة تدير الاقتصاد، ويعني لازم صار بها اكثر زي ما نقول صار بها فترة قصار، صار بها وقف. العراق طلع يعني من حرب إيران ب يعني إعادة إعمار مصاريف، يحتاج تمويل، يحتاج مساعدات، يحتاج خصوصا من الدول اللي كان معتبر هو قاعد يحميها، اللي هي الكويت والسعودية دول الخليج من المد الإيراني. يلاقوه بهيك جفوة ويطالبونه بالمساعدات اللي كانوا يعطوه إياه معتبرها مساعدات، يطالبوه بها كديون، تعال سدد لنا ديون احنا مثلناك اياها بالحرب. اوكي يصروا عليه، يعني بعد العراق في حالة قاعد يداوي جراحة، لأنهم جراحة شوية يعطوه مجال يتنفس. هاي شغلة. الشغلة الثانية يعني خلال فترة الحرب اكو تجاوز على الحقول النفط العراقية من الجانب الكويتي، العالم كله يشهد. شلون يعني؟ ينكرون حقل الرميلة وحقول صفوان دخلوا عليها الكويتيين بحفر مائل، بحفر غير مائل، بآبار أخذوها، بتجاوز يجون يعبرون داخل أراضي عراقية داخل الحدود العراقية على اعتبار الحدود ما مرسمة، وهذا يقول هذه أرضي وهذا يقول هذه أرضي. وبالتالي بعد الحرب شنو اللي صار؟ ان الكويتيين بقرار من الامم المتحده تقدموا 5 كيلوات او 10 كيلوات داخل الاراضي العراقيه، وثبتوا لهم الحدود الامم المتحده، واخذوا ابار عراقيه منتجه مربوطه مع العراق بمضخاتها الغاطسه، وانضمت الى الكويت ووياها ذيك الكميات من النفط. الحرب لها أسبابها، لذلك أنا أعتبر حرب الخليج الأولى إذا كانت مع إيران، حرب الخليج الثانية مع الكويت، حرب الخليج الثالثة مع إسقاط النظام، هي كلها امتداد سيناريو واحد، حرب تجر إلى حرب. وكان يعني من الصعب تتصورين سيناريو بديل غير سيناريو الحرب. احنا هسه قاعد نحاكم قاعدين بعد 30 سنة من الحدث، 35 سنة من الحدث، نحكم على ظرف وقته كان ممكن احنا نفسنا نحكي باللي صار او نأيد اللي صار، رغم انه احنا هسه ضده تماما. ولكن ان يثبت تعمد تصدير نفط فائض لإغراق السوق النفطية لتقليل سعر برميل النفط إلى $10 و$7 بسنة 89 و90، بالوقت اللي العراق محتاج فلوس تجيله من صادرات النفط، سبب أثر أو ضرر كبير للعراق، خلاه يروح بالاتجاه المتحور لمعاقبة من يعني كان يشعر هو صاحب فضل عليهم أو حماهم، وإذا بي يعني يقلبوا له ظهر المدن. اللي كانوا يبيعون نفط أو يغرقون السوق النفطية هم الإمارات والكويت. الإمارات بعيدة تحت الطقة بالفعل. زين هو بوقتها صار اكو فساد ووقفوا هنا الصادرات النفطية، بعدين طلع برنامج اسمه النفط مقابل الغذاء، على أساسه قدرنا هنا شوية نرجع.
يعني ماكو حصار خانق مثل اللي نفذ على العراق. ليش؟ يعني كل دول الجوار ساهمت بالحصار، حتى بهم ايران، ولو يعني اكو كلام انه كانوا يساعدونا، بس كل دول الجوار كانت ملتزمه بمحاصره العراق حصار قاسي، رغم كل اللي حصل من بطاقه تموينيه، اداره جيده للبطاقه، وناس يوصلها اكل، بس بدت موارد الدوله تتاخر لحد من 91، وهي قرار 691، وبحدود 300 400 قرار على العراق. يعني من تأسست الأمم المتحدة إلى 90 660 قرار في ظرف 13 سنة على العراق فقط، بحدود 300 ما ادري 400 قرار، كلها يجتمع مجلس الامن ويصدر قرارات عقوبات على العراق. عقوبات كانت صعبه وجائره وحصار خانق، ووصل البلد الى انه بدأ الاطفال تموت بسبب شحن الحليب. ما قاعد نواجهه ونشاهده بالتلفزيون بغزه، كان بالعراق اقصى يعني مارلين أولبرايت كانت وزيرة الخارجية مال أمريكا بوقتها، سألوها سؤال قالوا لها 500,000 طفل عراقي مات بسبب الحصار، قالت لهم بس الهدف يستحق الدزال. بعدين صحت راجعت واعتذرت وما كنت تقصد وما أدري شنو، بس تجويع العراق واللي حصل هم يسموه، يقول لك السالفه ما تقدر، او الشجره ما تقدر تحرقها وهي خضراء، يبسها صار تشتغل، كلها تشتغل. فكان القصد من عنده انهاك البلد حتى يشتغل بحرب اهليه، يشتغل بدمار، ممكن يعجلون بسقوط النظام. النظام كان ياكل اكل احسن من اي واحد ثاني بالعالم. ما كانوا لا الوزراء ولا صدام حسين جوعانين او عندهم انفصال او شو اسمه، اللي جوعان هو المواطن. فكانوا يريدون المواطن يثور على النظام بالتجويع، وهذا اسلوب قاعد يمارسونه. يعني هسه بغزه نفس الاسلوب، يريدون اهل غزه يثورون على حماس يجوعوهم، يموتون الاطفال يوميا. قاعد نشوف اطفال يموتون على التلفزيون بسبب الجوع، نقص الحليب وغيرها. فكان حصار خانق، ضغط عالمي على أمريكا وغير أمريكا أنه لا يمكن محاصرة العراق بهيك أسلوب، فحتى يعملون حتى ما ينفجر البويلر، شنو نخلي دائما صمام أمان، سيفتي فالف. فخلوا يعني مذكرة التفاهم بين العراق والأمم المتحدة أن يأخذون النفط العراقي يبيعونه هم، ويشترون للعراق غذاء ودواء بديل عنه. بس العراق مو بس يحتاج غذاء ودواء، يحتاج يعني أجهزة طبية، يحتاج أجهزة تعليم، غيرها مجالات الدولة. يعني تحتاج أنت تلبس ملابس، تحتاج سيارات، تحتاج فد شيء. فخلوا فد ويندو لهاي الاحتياجات مسيطر عليها من قبل أخبث اثنين، المندوب البريطاني والمندوب الأمريكي باللجنة القرار 661. يعني هذا يعني مو ادعاء من العراق، بل يعني هو إمعانا بالأذى من عنده. أقلام الرصاص كان يختم عليها دول يوز. ليش؟ لأن بيها جرافايت. الجرافايت ممكن يستخدم بالمفاعلات الذرية كوسيلة للتبريد. أقلام رصاص يروحون يجمعوا حتى يسوي جرافايت، شو اسمه، تبريد المفاعلات بالماء ثقيل، يعني ما حد يروح على الجرافايت للتبريد. يعني سيارات للنفط، عندنا معدات هيفي تراكس، تايرات مالتها كلش كبيرة في وزارة النفط، نسميها كنورث، هي أمريكية السيارات لرفع الأبراج ونقلها. هاي من نطلب لها إطارات تايرات شو اسمه، يختم عليها دول يوز، يقول استخدامها عسكري، ممكن تستخدم استخدام عسكري. دول يوز يعني استخدام عسكري ومدني، فهو يمنعها، هذه انساها.
فكان نص الطلبيات اللي يطلبها العراق تروح على واحد منهم، إذا مرت من الأمريكي البريطاني يوقفها دول يوز، وإذا مرت من البريطاني الأمريكي يوقفها دول يوز، إمعانا في إضرار الشعب العراقي وليس الحكومة. ويعني وصلنا إلى فد حالة أثرت حتى على الجينات العراقيين. شوفين مواليد بنيك السنوات فترة الحصار، يعني تشوفين جسمه جيناته أقصر صغير، عنده يعني ضعف. بعدها وقبلها تشوفين أجسام العراقيين ضخم وبنية، ويعني اكو فرق طبعا، أثرت حتى على جينات العراقيين. ورا هاي المرحلة يعني بعد السقوط 2003 قبل ما فوت جولات التراخيص بلشت ب2009. هنا شنو التحديات اللي صارت بالقطاع النفطي، وكان يعني هم ورا الحرب هم دخلت شركات أجنبية كمقاولون يشتغلون بداخل العراق، لو بس كان يعني هي مرحلة تيه أو فقدان بوصلة بالنسبة للعراقيين، ما كانوا يعرفون شنو يسوون. بدأت أكو فد نوع من الاستحواذ على شركات النفط من قبل بعض الأحزاب، ومن قبل هذه الوزارة تابعة للحزب الفلاني وهذه وزارة تابعة للحزب الفلاني، ويجيبون كوادر من وزراء ومن مدراء عامين بعيد عن القطاع. صح هو جاي من ألمانيا، صح هو جاي من أمريكا، بس هو ما مشتغل وبعيد وما يعرف. فبدأ اكو نوع من التخبط، ما يعرفون وين رايحين. وبدأ اكو تدهور بالإنتاج مال الحقول. يعني الحقول اللي بدأت تنتج يعني 1,000,000 برميل مثلا مثل الرميلة 1,000,000 و150، بدأ اكو تدهور بالإنتاج مالتها نتيجة يعني ماكو خدمات تدعم او سستينابيلتي للإنتاج حتى يستمر، او حتى فحقن ما يتوقف بنظريه انه ما له داعي حقن الماء. ما ادري منو اجتهدت شيء ورجعوا له هسه شافوه ضروري. يعني ابار ماكو خدمات. عندك بنبير يتوقف يحتاج ورك اوفر، لازم يعني اكو عندك ابار بديله حتى تحافظ على الانتاجيه. فبدأت الابار اللي منتجه تتقلص، انتاجيتها بدأت تنزل بسبب انخفاض الضغط المكمني. وبعدين وصلوا الى قناعه احنا بسبب الحصار وابتعادنا عن العالم والتكنولوجيا اللي موجودة لمدة 13 سنة، وكملناها ب7 سنين 8 سنين من ما نعرف شنو نسوي. ف20 سنة أثرت على قطاع النفط بالعراق بشكل كلش مؤذي. لابد من أن تنفتح على العالم حتى تستعين بيهم. العالم يريد يعينك مقابل استفادته، يعني مشروعه ما بيها شيء. يعني انا اجيب فد واحد يشتغل عندي حتى يبني لي بيت، يعني انا ما اعرف ابني بيت، صلح لي سيارتي لان انا ما اعرف اصلح سيارتي، انا مو مصلح مال سيارات. فهذه الخدمات والتكنولوجيا بالنفط هي احتكاريه. يعني هسه الشركات عندها برامج ما تسمح لأي واحد ثاني من المنافسين، يعني شلمبرجي ولا هاري بيرتون ولا عدا البترول وعدا السي ام جي وعدا برامجياتها اللي إلها، ما تسمح للآخرين أن يستخدموها حتى لو رادوا يشترونها. ليش؟ لأنه تكنولوجيا احتكارية. الصناعة النفطية بها كثير من التكنولوجيا الاحتكارية والنو هاو اللي هي ملكية لشركات تريد انا اشتغل بس ما اطلعك على اسرار شلون قاعد اشتغل. انا اصلح لك فلان شيء، انا اطور لك فلان شيء، انا اسوي لك دراسه، انا اكمل لك المشروع مالتك، بس ما اقول لك شلون. هذه الشلون هي النو هاو مالتي، وهي اسرار تجاريه الي. فانت لابد ماكو غنى، لابد من الاستعانه بالشركات العالميه، ولا بد من الانفتاح على العالم. ما احنا نجي نصير يعني
ابو عنتر واحنا نحل مشاكلنا ببحرنا واحنا نرجع ننافس العالم صعبة جدا بوقت بالتكنولوجيا هي اللي تحكم كل شيء. وعلى أساس هاي قرروا أن فعلى اساس صارت فكرة الاستعانة بالشركات الأجنبية بشرط أن لا تفقد ميزات التأمين، إن قرارك للنفط هو ملكك، ملك للشعب العراقي كما مذكور بالدستور مادة 112 بالدستور، تقول النفط والثروة الهيدروكربونية هي ملك للشعب العراقي. هسه حطوا الحالية حطوا القديمة ما أدري شنو بالدستور بس. فهذه مو من صلاحية أي حكومة تجي أن تفرط بهيك حق وتنطي ترجع الشركات الاحتكارية إلى العراق وتفقد الميزة اللي جابها إن التيمين مو مدحا باللي سوى التيمين، بس التيمين مكسب للوطن وللعراقيين. فأنت ما تقدر تتنازل عن هذه الامتيازات اللي موجودة عندك، وبالتالي عليك أن تراعي هاي النقطة الحساسة. لما يجيك واحد تتعاقد وياه لازم تفهم الشروط اللي يحطها. فأكثر الشركات بالعالم هسه تشتغل على برودكشن شيرنج كونتراكت، أنا أطور لك الحقل وننتج وإلي نسبة وإلك نسبة نتفق عليها، إلك 50-50 51 49 شلون النسبة. أنا أطور لك الحقل سواء كان جرين فيلد أو غيره ونتشارك بالإنتاج. يعني نطلع هالقد نفط 1,000,000 برميل إلك 500,000 وإلي 500,000. هذا نسميه برودكشن شيرنج كونتراكت، اللي هي الصيغة اللي ما تشتغل عند العراق. هذا راح يفقدك ملكيتك للنفط. هذه صيغة العقود بكردستان واقعين بها بمطب الآن، وقاعد يطلبون من الحكومة العراقية الاتحادية أن تساعدهم، لأنهم مطلوبين لشركات النفط كل شيء واي فوق نفطهم هو مطلوبين بسبب نوع من العقود. فالامتيازات كعقود قديمة، حق الامتياز الكونسيشن ما يخدم العراق. البرودكشن شيرنج كونتراكت PSC ما يخدم العراق، لأنه راح يفقدك ميزة أنت مالك لقرارك ومالك لثروتك. فراحوا يدوروا على فد، ويعني الله يكتب له الصحة والعافية الشهرستاني راح دور على فد نموذج هجين ما موجود منه، قال بالمكسيك قال بإيران، قال دورنا ما لقينا هيك نوع اسمه عقود الخدمة، إنه أنا أجيب شركة تشتغل عندي عقد خدمة تطور لي الحقل بس أسوي وياها عقد لمدة 25 سنة ترفع لي مستوى الإنتاج لبلاتو معين، مستوى نتفق عليه، إذا جوا أنا أغرمها، إذا فوقها أنطيها مكافأة يعني فيز، بس ويا هذا أنطيها أنا السعر اللي متفق عليه. فكان حدود 20 سنت في حبل الرميلة، سعر برميل ثابت، يعني سعر ثابت للبرميل، بس إذا صار أعلى لا أنطيها فيز تشجيعية، إذا صار أقل أخصم منه. هذا هنا العقد هو زين. الشركات قدموا أسعار بالدولارات، $6 و$8. رجعوا وزارة النفط قالوا يعني هاي أسعار كلش عالية، راجعوا نفسكم. الجولة الأولى أنا قاعد أحكي على الحقول البراون فيلدز اللي هي رميلة الزبير وغرب القرنة واحد، راجعوا نفسكم الأسعار كلش عالية، رجعوا ونزلوا إلى 20 سنت و19 سنت للبرميل. بس شنو وياها؟ إنه هو مصاريفه يستعيدها ك يعني نسميه نفط راجع أو مبالغ يعني كل شيء مستردة. هو يصرف يطور الحقل يشتري معدات ما أدري شنو ياخذها من فلوس النفط، وياخذ حتى يدين الإنتاج ياخذ على البرميل 20 سنت أو 19 سنت. وجرى يعني نفس الشيء على زبير مع إيني وعلى إكسن موبل غرب القرن واحد.
وكان لها مبرراتها، وكان اكو عذر انه هذه الحقول عملاقه صح 3 جاينت فيلدز، الرميله وغرب القرنه سوبر جاينت فيلد على مستوى العالم. صح هي حقول قديمه بس براون فيلد، بس بيها مشاكل ممكن حلها، تتطلب المشاكل اموال، تتطلب تكنولوجيا. اوكي، المشكله وين؟ المشكله بعدها ب6 اشهر فقط اجت الجوله الثانيه وانطوا الجرين فيلد بعذر يتقاطع او يتنافى ويا العذر مال البراون فيلد. يعني انت لو منطي الجرين فيلد على اعتبار انت ما عندك تكنولوجيا، وهذه من الصفر حقول تريد تطورها من الصفر وانطيها لشركات تطورها، وانت على حقولك القديمه تاكل منها خبزه، لان هي كانت تنتج. اما انت انطيت الاخضر واليابس سلق بيض، انطيت الحقول القديمه وجيت وراها ب6 اشهر انطيت الحقول الجديده، وراها ب8 اشهر انطيت حقول الغاز، وراها ب4 اشهر انطيت حقول الاستكشافيه، الرقعه الاستكشافيه، ووراها وبعت اللي عندك والما عندك بظرف اقل من 2 سنين. هذا يفيد اكثر من علامه استفهام. بالضبط. يعني شنو الداعي انا اروح انطي الجرين فيلدز؟ خلي مجنون والحلفايه هذني حقول راح تجيني فلوس من الرميله اذا طورتها بيبي، ومن الزبير اذا طورتها ايني، ومن غرب القرنه اذا طورتها اكسل، راح تجيني فلوس اصرف على الحقول الجديده. اما اقول انا ما عندي فلوس اصرف على الحقول الجديده الجرين فيلدز فخلي انطيها للشركات، وما عندي تكنولوجيا اصرف على الحقول القديمه حتى اطورها فخلي تروح للشركات، راح كل شيء للشركات. زين هي هاي الحقول كان العذر، العفو اقاطعك، كان العذر انه شركات عالميه. وين الشركات العالميه؟ هسه قل لي، يعني حتى نحكم هل كانت الجولات التراخيص صح او خطا. وين الشركات العالميه؟ شيل شردوا بالعزيزه، اكسن موبل باعوا قصتهم من بعد ما عرضوا على وزاره النفط. اوكسيدنتال، فد 4-5 شركات عالميه اللي كنا نتباهى انه احنا جبنا الشركات العالميه، طلعت عافت السوق العراقيه النفطيه. زين شنو السبب؟ ومن الشركات الاجنبيه الكوست عالي واكو فرص احسن بالعالم. فشيل يعني ما مجبور يقعد هنا ويا البيروقراطيه مال العراقيين، ويا الروتين، ويا الانسكيون، ويا الكوربشن اللي موجود، ويا السكيورتي ديوز كوست كلش عالي. الكوربشن يعني ما اريد اتوسع بالموضوع، واذكر بانه مدير اكسن موبل من زار العراق ما راح لوزاره النفط، مع انه هو مدير شركه نفطيه تشتغل بالعراق، راح الى الحكومه وقال لهم انا 3 شغلات وفروها الي ما اروح لكردستان، لان اخذ 5 حقول بكردستان. اولا الخبير الامريكي اللي اجيبه جايبه بموافقات اصوليه وداخل العراق شرطي ممكن يرجع الحدود وما يخليه يدخل الى البلد، مع انه خبير وانا محتاجه. والشغله الثانيه المواد اللي انا مستوردها للعراق تنام بالموانئ العراقيه بسبب الروتين 6 اشهر و9 اشهر، وخطتي تتاخر وتصير علي اجور ارضيات وغيرها، بعض المواد تتلف بسبب الروتين وما تدخلونها، مع انه انا يعني جايبها للعراق بفلوس عراقيه. بعدين جيبوا ويانا نظراءنا يجون على توقيع غيرها، لا يجيني واحد للتوقيع يتفاوض وياي 3 ايام للتوقيع ويقول لي انا ما مخول اوقع. اقول له تعال نوقع اتفاقيه، يقول لي انا ما مخول. لا شنو قاعد تتفاوض وياي صار لك 3 ايام على شنو؟
فجيبوا لنا نظرانا بالتوقيع، أنا أعوف عقود كردستان وأجي بغرب القرنة، أتوسع بغرب القرنة، فعاف غرب القرنة موكسن، وبشير عاف مجنون، والبديل شنو؟ شركات صينية. هو جيت أسألك هسه جولات الدرافيس الأخيرة كل شيء بعدين راح توقع بيد الشركات الصينية. الصينيين يعني خليهم توازن وليس هم الأصل، خليهم يعني فد نوع من التنويع وليس بديل كامل، لأنه الصينيين قاعد يدبون بمفاصل الصناعة النفطية، وين اكو واحد يبيع، وين اكو حقل جديد، وين اكو، فتشوفينهم موجودين بالرمالة، تشوفينهم موجودين بزبر، وتشوفينهم موجودين بغرب القرنة، وتشوفينهم موجودين بالحلفاية، تشوفينهم موجودين بمجنون، وتشوفينهم موجودين بحقل الفيحاء، تشوفينهم بالسيبة، وكل مكان بدأوا يدخلون الصينيين. الصينيين لما يتمكنون يورون ذاك الوقت أنيابهم أو مخالبهم، بس هم كلش فرندلي، أسعارهم كلش رخيصة، متعاونين وغيرها. بس تجارب أفريقيا وتجارب باكستان ويا الصينيين إنه لا تخليهم هم المتحكمين أو يتفردون باقتصادك أو ثروتك. زين دكتور، هسه لو ننتقل لمواضيع الغاز والطاقة الشمسية، يعني العراق هم باحتياطات كلش كبيرة من الغاز، اكو عندنا غاز مصاحب خصوصا من الجنوب، واكو غاز حر، واكو غاز القبر. شنو اللي جاي يأخر موضوع الاستثمار بالغاز يعني؟ يعني العراق هو أول دولة بالمنطقة بدأ بصناعة الغاز، بال73 بدأ التفكير باستثمار الغاز، وبنهاية السبعينات وقع العراق عقود على أكبر مشروعين للغاز، هو مشروع غاز الشمال، تخزين الغاز الجوفي بالطبقات الملحية، وهذا فد مشروع ويا فرنسا ويا ألف، مشروع كبير ورائد. والمشروع الثاني الكبير هو مشروع غاز الجنوب، وأن نصدر غاز يعني وقت مبكر قبل لإيران وقطر وغيرها يدخلون على صناعة الغاز بالمنطقة. الغاز اللي موجود واللي قاعد يصير عليه اهتمام هو الغاز اللي قاعد ينحرق باعتباره غاز مصاحب، لابد من استخراجه لأنه يطلع ويا النفط، ما تقدر تنتج نفط إلا ويطلع وياه غاز. فهذا المفروض إلى الأولوية بالاستثمار. غاز القباب والغاز الحار والLPG يعني مثل حقل السيبة وغيرها، هذا ممكن يؤجل، بس الأولوية إلى الغاز المصاحب اللي قاعد يستثمر وقاعد يحرق ومع إمكانية استثماره. بالضبط، يعني قاعد نشوف اكو تلكم من الحكومة، من وزارة النفط، كل وزير يجي يقول راح اسوي زيرو فلير ب 2018، يجي اللي بعده يقول 2022، وهسه الخطة 2027 يسوون استثمار كامل للغاز، وما اعتقد يعني بعد 3 سنين راح يقدرون يسوون شيء، لأن مشاريع الغاز 5 سنين أقل فترة ممكن تسوي فيها مشروع للغاز لحقل. فلو جيتي لحقول معينة لحد الآن هم ما بادين، شو راح ب 28 يستثمرون الغاز بهاي الحقول، مثل حقل غرب القرن 2، مثل حقل مجنون، مثل حقل فيحان، مثل حقل بن عمر تقريبا، قادرين تقولون مثل يعني اكو حقول بعد هي تفاوض ويا شركات توتال وين راح يسوون، شنو راح ينطون التوتال غيرها. فالعملية تحسين ما لها جدية. من وراها منو مستفيد من حد الغاز العراقي، حتى العراقي تجي إلى أن يشتري غاز من برا، وراها إيرادات ووراها اكو يعني ناس تأخر استثمار الغاز العراقي لكي يستفيد الآخرون.
حتى نبقى نشتري من برا، احنا جاي نأخر استثمار الغاز مالتنا. انت مجبر هسه. وزارة النفط يعني عندهم مشروع سوقوا له على انه مشروع رائد وماكو منه بالعالم. هو عقد مع شركة اكسلريت انرجي الامريكية، شركة محترمة ما عندنا عليها يعني ملاحظات، هي رقم 1 بالعالم باختصاصها. يعني يجيبون منصة بحرية ويحطوها بخور الزبير حتى يجيبون LNG تحوله إلى غاز ويربطونه بالشبكة، وكملوا تقريبا 90% كامل قبل 42 إنج 40 كيلو متر طوله من خور الزبير إلى زبير بلانت بالزبير، يربط حتى يروح الغاز للشبكة. ايش قدر على تجيب هذه 20 مليون طن أو متر مكعب باليوم، اللي هي 500 ألف إلى 700 500 إلى 700 مقمق باليوم. ما راح تدام الجرم، احنا قاعد ناخذ من إيران 5 أضعاف هذا الرقم. راحوا لتركمانستان البعيدة ويمدون انبوب ويجيبون الغاز عبر إيران وما أدري شنو. ليش انت غازك موجود، ليش ما تستخدمه؟ زين هي نفسها هاي عقود جولات تراخيص الحكومة ما جاي تفرض بيها استثمار للغاز؟ هي هذه وحدة من ما هي الملاحظات كثيرة على جولات التراخيص. بيها ادفانتج بس بيها كل شيء وايد ديس ادفانتج. وحدة من الديس ادفانتج مالتها انه بجولة التراخيص الاولى المشغل ما له علاقة بالغاز. زين الموضوع الثاني موضوع الطاقة الشمسية. يعني هسه احنا أكثر شيء موجود عندنا بالعراق هو الشمس. انا مع البدائل. ليش؟ لانه اكو بدائل يعني ما تخسرك. بس الطاقة الشمسية ان لا تتبناها الحكومة، احنا مو الامارات حتى مصدر بالامارات مشروع كلش كبير لانتاج الطاقة الشمسية، الكهرباء من الطاقة الشمسية مسوي لهم بالصحراء مع الامارات وينطون كهرباء تقريبا بلاش للمواطنين. هذا مع الطاقة الشمسية اللي بأوروبا اللي المواطن شجعه ودعمه وساعده أن يخلي له ألواح أو خلايا شمسية على السطح يحقق منها كفايته بماء التدفئة ببعض الكهرباء بغيرها. فأن أخلي المواطنين اللي هم هسه قاعد يشفتون الكهرباء من الدولة يروحون على البدائل، أساعدهم تشجيعيا، أجيب لهم أسعار رمزية، أجيب لهم كواليتي كلش زينة لهاي المنظومات. مو منظومة تشتغل له 6 أشهر ووقفت وظلت حالة على قلبها لأنه منشأها صيني، باترياتها الليثيوم ما بيها ما أدري شنو. لا، أجيب طاقة شمسية رصينة وللمواطنين، والمواطنين هم أكبر مستهلك للكهرباء أكبر من الحكومة، وأوفر بديل من هالنوع. أنا مع حتى استخدام الطاقة النووية لأغراض إنتاج الكهرباء مع طاقة الرياح مع كل البدائل. مع إنه لو أجي للمصلحة لا، أنا المفروض أشتغل ضد البدائل بالصناعة النفطية حتى يبقى النفط هو دومينيتنج مصادر الطاقة، ما إلى بديل منافس، ما أخلق منافسون. بس ما بيها شيء. بس احنا يعني عندنا بالعراق مو نحتاج انه تدخل مجالات ثانية انه نقلل الاعتماد على النفط. يعني هسه احنا ميزانية الدولة كلها على النفط، ويحتاج لنا انه مصادر ثانية تطلع لنا نفط. ما يمنع يعني هم هسه سووا على سبيل التجربة هذا 1 جيجا شو واط من توتال طاقة شمسية. خلينا نشوف. بس هو هذا ما راح يداوي جرح. يعني انت عندك 27 جيجا واط هسه واكو قطاعات بالكهرباء، يعني اذا صار 28 شنو راح يصير؟ يعني ممكن يكون اكو مشاريع ثانية مثل هذا المشروع راح تفيدنا. ما انت بدل ما تخلي المشاريع للحكومة ومبتلي بالمواطن اللي ما يدفع الفاتورة مال الكهرباء. يعني ترى مشكلة الكهرباء وزارة الكهرباء، وانا دائما احكي بها وزارة النفط، يعني انت يصير شورتج بالكهرباء او امريكا تمنع استيراد الكهرباء من ايران، انت تروح تستورد غاز. شو عليك انت بالكهرباء؟ روح استورد كهرباء. ما قطعوا الغاز من ايران. لو قاطعين الغاز انا اروح ادور بديل للغاز الايراني كوزاره نفط لان مسؤوليتي. هم قطعوا الكهرباء، انت ابو الكهرباء دور
بديل من السعودية، من الكويت، من مصر، من الأردن، من تركيا، كلهم عندهم كهرباء زايدة ممكن يبيعون لك. روح سد النقص اللي صار عندك، لا تجيني أنا أنطيك غاز ما تنطيني فلوسه بعدين. هاي المشكلة بين وزارة النفط ووزارة الكهرباء، واحد يطلب الثاني. أبو الكهرباء يقول له أنا منطيك كهرباء ما مسدد لي الفواتير، وأبو النفط يقول له أنا منطيك غاز ونفط ما مسدد لي الفواتير، وضايعة. وهي بالنتيجة الحكومة تقول هو من هالجيب لهالجيب، بس هي موج. انت مشكلتك عندك مشكله بالكهرباء، روح اشتري كهرباء. ليش انا اشتري غاز واعطيك اياه؟ يعني حل الاثنين، حل المواطن والحل الحكومة، اثنين لازم يشتغلون على الموضوع. ف يعني وزاره الكهرباء المفروض تلقى لها ملجا، ولو الى الانتخابات اذا راح يفشل هيك مشروع، ان تخلي المواطن يدفع فواتير الكهرباء حتى يقلل، يرشد الاستهلاك. مواطن اذا كهرباء ببلاش يحط، حتى اللي قاعد بتجاوز يحط 4-5 مكيفات يشتغل الليل نهار، بس من تحليل من عنده فاتوره لا يطفي حتى القلوب. صحيح، هو هذا اللي موجود بكل الدول. كل الدول. ايه. زين، أول شيء شكرا جزيلا لك على وقتك دكتور. طبعا اليوم كلش استفادينا من هاي الحلقة ومن كمية المعلومات اللي بيها، نورتنا وشكرا لأن استضافتني. يعني أنا كان فرصي، ويعني ما فاتني أنا أحكي أو ما بدي أحكي، إنه السرد التاريخي أرقام وما أدري شنو، وهاي معلومات موجودة بالإنترنت. صحيح. المفيد واللي يرفع درجة الوعي وهو التحليل ونقل المعرفة. يعني أنت أكو معلومات تقرأها بس ما فاهمها، من يجيك واحد يشرح لك إياها ويفهمك هيك اللي صار، هيك لازم يصير، هيك لازم تسوي، فنستفاد كعبرة ونستفاد كتجربة ونستفاد من أخطائنا بالمستقبل حتى لا نكررها. مشكلة العراقيين دائما يكررون الأخطاء مالتهم. هو هذا الهدف الرئيسي كان من هذا البودكاست، إنه نجيب ناس يعني اللي هي عندها خبرة فعلية ونستفاد من خبرتها بحيث النقل للمعرفة. إيه، التحليل مهم، ويعني المعرفة مهمة، الباقي كله موجود على النت كأرقام، وش قد العراق أنتج، وش قد الأسعار ذيك السنة، وش قد شلون نزلت، شلون صدت، ما أدري شنو. بس الربط والتحليل هو المهم أعتقد في نوع من اللقاءات. شكرا جزيلا دكتور مرة. شكرا لكم، وإن شاء الله يعني أفدنا. الحمد لله.